انت اعتقادك ايه؟ استاذ اتفضل محمد. بشكل سريع. معلش خلينا نسمع تلميذ ولبنان ما اتكلموش خالص. شباب تلميذ اتفضل علي صوتك وعرف لنفسك. نشكرك. إذا تسمح لنا وقت، لأن في يعني شبهات كثيرة وكلام كثير. إذا تعطيني الكاميرا لو سمحت، بارك الله فيك. في خطأ وقع فيه أكثر الأخوة هنا وما انتبهوا إليه، سأبينه إن شاء الله. عقيدتك بين عقيدتك أول شيء. طيب شوف أخوان، هذا صحيح. بس عنوان تعريفي ليك يا تلميذ، عنوان تعريفي حضرتك. نعم أنا من أهل السنة والجماعة، والأخ ذو الوشاح معلمي. هذا كذاب. هذا على راسي يا طيب. انت تلميذ، انت شيخنا يا رجل. الله يخليك، الله يسلمك. الله يسلمك. استاذ محمد هذا مو كذاب، هذا مو من اهل السنه. اضبط يا اخي انت بس انشب، لا تتجاوز. ثواني يا شباب، بس ثواني يا شباب، ثواني يا ذو الوشاح، انت بتعرف الاخ تلميذ؟ ايه طبعا، شيخ من مشايخنا يا اخونا. شكرا. ما حدش يفك ميوت يا شباب. جماعة ياسر الحبيب والله. كمل يا تلميذ. جماعة ياسر الحبيب يا اخوان. يا هذا الشيء عنده قناة في اليوتيوب. اخ محمد المصري. ما هو لو الشيء هيظهر الان وذو الوشاح قال لك نعم، خليه يكمل واحنا هنفهم الان. على قدر الألم يكون الصراخ، مع احترامي للجميع. محدش يفك ميوت لو سمحتوا يا شباب، خلينا نكسب وقت بعد إذنكم. اتفضل يا تلميذ كمل. أشكرك حبيبي. أنا فقط أتمنى بعض الوقت حتى أبين خطأ وقع فيه تقريبا أغلب الأخوة، الأخ الشيعي الأخوة النواصب المروانية بعض الأخوة من أهل السنة. هذا حديث حللت حبوتي الذي ذكره الأخ الشيعي. هذا كتاب صحيح البخاري. أخوان، هذا عندما يقول الناصبي أن في سند عبد الرزاق الصنعاني، السند في البخاري إخوان ما بعبد الرزاق الصنعاني، لأن حجتهم باهظة قليلة، يتمسكون بالقش. إخوان، عبد الرزاق الصنعاني ذكره البخاري في آخر الحديث من باب الشواهد. هذا السند إخوان، السند إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال وأخبرني ابن طاووس عن عكرمة عن ابن عمر من طريقين. وين عبد الرزاق الصنعاني؟ هذا بيعنعنه. إخوان ممكن هذا لا يتكلم رجاء. يا اضبط البث أستاذ محمد، نتكلم كلام علمي. بارك الله فيك. وين عبد الرزاق الصنعاني في سند البخاري؟ إخوان، البخاري ذكره من باب الشواهد، ونذهب إلى مصنف عبد الرزاق الصنعاني. هذا الحديث في مصنف عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن الزهري عن سالم قال وين هو هنا ونوساتها. يعني البخاري يقول أن عبد الرزاق الصنعاني ذكر كلمة ونوساتها فقط. سند البخاري ما بعبد الرزاق الصنعاني. هم أعيتهم الحجة فتمسكوا بعبد الرزاق الصنعاني، ويقول لك عبد الرزاق الصنعاني شيعي ويدعو إلى بدعته، لهذا حديث البخاري ساقط. وحديث البخاري أصلا ما بعبد الرزاق الصنعاني. هذا السند أمامكم. إبراهيم أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وتحول الإسناد قال وأخبرني ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر، طريقين إلى ابن عمر. ما بعبد الرزاق الصنعاني. عبد الرزاق الصنعاني البخاري ذكر أن عبد الرزاق الصنعاني ذكر في مصنفه ونوساتها. هؤلاء ما عندهم، ما يفهمون في علم الحديث يا أخوان. هذا شافوا عبد الرزاق هنا، قال عبد الرزاق في السند في الأعلى. وين عبد الرزاق؟ مو في السند. هؤلاء من نحاور جهل. ابن طاووس شيعي صفر. ليش تشخصن؟ خلينا نتكلم كلام بالدليل. كمل حبيبي. هاي انتهينا من مسألة عبد الرزاق الصنعاني. نأتي إلى موضوع إمام فتنة. أخوان، نلزمهم بما يلزمونهم أنفسهم به. لاحظ أخوان، نأتي إلى موضوع إمام فتنة. لاحظوا هنا أخوان، هذا كتاب متخصص في الرد على النواصب، كتاب اسمه مرتقى المراتب في نقد شبه النواصب، شبهة علي رضي الله عنه وأرضاه إمام فتنة. هذا حديث البخاري. حديث البخاري ما باسم علي بن أبي طالب، وما بأنه صلى صلاة العيد. ماكو صلاة العيد.
اي هم طبعا اي ذهبوا طبعا. يا اخوان، سكتوا هذا الرجل رجاء لو نزلوه، خلينا نتكلم كلام علمي لا بدون بيقول لك مقاطعة. سؤال، اي طبعه اللي انت بتقرا منها؟ هاي المكتبة الشاملة أستاذي، من المكتبة الشاملة، جزء يا واحد كلها صفحة شيعي، 141 مكتبة شيعية. الطبعة السلطانية. اكتموا هذا أو أنزل، أنا راح أنزل. كمل كمل ابقى يا كمل. شيخنا ابقى. الطبعة السلطانية عفوا، الطبعة السلطانية جزء واحد صفحة 141. هذا الحديث في البخاري ما بي اسم علي بن أبي طالب، هم جابوا اسم علي بن أبي طالب من شرح الزرقاني على الموطأ جزء واحد صفحة 614. بس أعطوني دقيقتين أبين لكم تدليس هؤلاء. لاحظ إخوان، يقول وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيدة مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر فصلى فانصرف فخطب فقال هذين يومان، يستمر الحديث إلى أن يقول أبو عبيدة ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف قال إنه قد اجتمع فمن أحب أهل العدد. قال عبيدة ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف. الناصبي جاب حديث البخاري أن صلى بنا إمام فتنة، وهذا الرجل أحرج لأن الذي كان يصلي بهم مرارا وتكرارا، فجاء إلى شرح الزرقاني من موطئ مالك وقال أن علي صلى صلاة العيد، إذن علي هو المقصود من كلام مالك. إخوان من نفس المصدر، من نفس شرح الزرقاني، كبروا الشاشة حتى تشوفون كيف هؤلاء ينتقون ويدلسون. لاحظ إخوان، من شرح الزرقاني في صفحة 616 هذا ذكر علي بن أبي طالب، صفحة 614 في صفحة 616 لاحظوا ماذا يقول مالك. قال مالك لله في أرضه فرائض لا يسقطها موت الوالي، ومنع ذلك أبو حنيفة كالحدود، ويقول وقد صلى بالناس في حصار عثمان طلحة وأبو أيوب وسهل بن حنيف وأبو أمامة بن سهل وغيرهم، هؤلاء كلهم صلوا أثناء حصار عثمان. لاحظوا هنا وصلى بهم علي بن أبي طالب صلاة العيد فقط صلاة واحدة صلى علي بن أبي طالب فقط، بينما طلحة وأبو أيوب وسهل بن حنيف وأبو أمامة وغيرهم صلوا صلوات متعددة أثناء حصار عثمان. كانوا محاصرين. علي صلى محاصرين. اسكتوا إخوان، اسكتوا وقتي هذا، ايش بيكم؟ دقيقتين. علي صلى صلاة واحدة فقط. وحديث اسمع إخوان، هذا من نفس المصدر الذي جاءوا هم به، وحديث البخاري يقول يصلي بنا إمام شلون بالله لحظة إنك إمام ونزلك بك ما ترى ونتحرج، لأن هذا الرجل كان يصلي بهم مو صلاة واحدة، تحرجوا أكثر من مرة صلى بهم. علي صلى صلاة واحدة فقط. هؤلاء يدلسون. زين، نأتي الآن تقولون أن علي إمام فتنة، هل أنتم أستاذ محمد 30 ثانية معك، 30 ثانية يكذب على المجتمع. المجتمع الإسلامي يكذب هذا الرجل. طيب أخوان لحظة، أستاذي حبيبي أخ محمد، أنتم تقولون أن علي إمام فتنة، نحن عندنا صحابة، عندنا أبو سعيد الخدري صحابي من الدرجة الأولى، مع أنه ماكو فرق إن شاء الله، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هذا زكى علي بن أبي طالب وقاتل معه وزكاه. وعندنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، بحسب له خلص وقته خلص. عندنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري قال لكل من حبيبي أخ محمد المصري، ابن عمر في صحيح البخاري قال لكل من يسوءه ذكر علي بن أبي طالب أرغم الله بأنفك، وفي رواية ثانية لعنه في صحيح البخاري. فهل أنتم طلع لنا الرواية بحال علي بن أبي طالب من طلع لنا الرواية صحيح البخاري؟ خلينا هل أنتم أعلم من ابن عمر في صحيح؟ يعني أنتم تقولون علي إمام فتنة وابن عمر لا يعرف هذا؟ اسكت يا أخي الكريم، اسكت. نياد بس دقيقة يعني هذا الله. يا شباب بعد إذنكم ثواني، هو هياخد 30 ثانية وانتوا هتعقبوا، انتوا كده قطعتوه 10 ثواني يا أخونا، اختم فيهم 10 ثواني بالضبط. تسلم. أنا أثبتنا أنه كما ذكر الأخ معلمي الأستاذ ذو الوشاح الحنبلي أنه ومن كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني أن الإمام الفتنة الذي صلى بهؤلاء ليس علي بن أبي طالب، وصلى كثيرين
في صلاة العيد والإمام بن جوير كما رجح الحافظ بن حجر. ثانيا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه في صحيح البخاري قال في من يكره ويبغض علي بن ابي طالب ابغضكم الله، وقال ارغم الله بانفكم. من صحيح البخاري من ابن عمر شيخ الصحابه. شكرا رسالتك وصلت تلميذ. ممكن اجاوب الاستاذ محمد؟ لبنان ما تكلمش وممكن يكون اموي. ثواني، لبنان انت اموي؟ لا حياكم الله. نعم انا مسلم على النهج الاموي. انت على نهج الامويه الان؟ نعم اموي نعم. كمل تفضل، خذ المداخله بتاعتك. المشرفين حط له وقته، اتفضل. استاذ محمد ممكن امون عليك؟ معلش خليه ياخذ وقته، ما تكلمش الرجل خالص، كمل. نعم ما في مشكله، انا بده ياخذ صقر دوري ما في مشكله، ما عندي مشكله. اعطي له صقر خلص. صقر مقدم. انا اردت غير مقدمه وفقط عشان اخدم. اذا ردوا صقر برجع انا، ما في مشكله. استاذ محمد اذا سمحت ممكن تكبرني عشان ابين التدليس. اول شيء ما احبه شخصا، لكن هذا التلميذ هو تلميذ المن الياسر الحبيب، ودخل بالبثوث شيعي وسووه سني، شيعي رافضي على العموم، حتى طعن بام المؤمنين. كبرني استاذ، طال عمرك. لحظة نتباهل امام الله الان. اخ محمد لا اتهمت وادافع عن نفسي. انا هرد استاذ محمد اخونا انا عندي الحق ادافع عن نفسي. انا هرد اتربى عن يزيد ومعاويه. اتربى عن معاويه. ثواني دقيقة واحدة. بيعت عثمان لو سمحت. طبعا هو طالما عرف بنفسه بأنه من أهل السنة، ما في داعي ان احنا نقول هو شيعي ونحيل المشاهد الى مصادر اخرى لتقييم الشخص. احنا من فمك ادينك، وهناخد المعطيات ونتفاعل معها. هذا ما بيننا. كمل يا صقر. حبيبي، اول شيء الروايه جابها، شوف تدليسها. اول شيء ابن عمر رضي الله عنهما لما قال معاويه رضي الله عنه فليخرج لنا قرآن، كان يقصد الحسن وعلي بن ابي طالب. لماذا؟ لأن يقول هنا في شرح الباري على صحيح البخاري: وأما قوله فلما تفرق الناس خطب معاوية، كان هذا في زمن معاوية لما أراد أن يجعل ابنه يزيد في ولي عهده قال كذا، ولم يأتي له بمستند. والمعتمد ما صرح به في رواية عبد الرزاق الصنعاني. عبد الرزاق الصنعاني الرافضي المشرك أراد أن يقول انه معاويه رضي الله عنه طعن بمنه؟ طعن بعمر بن الخطاب. لان عبد الرزاق الصنعاني حتى طعن بسيدنا عمر رضي الله عنه وقال عنه الانوك، اي الاحمق. هذا عبد الرزاق الصنعاني. فهذه الروايه بينا من ابن حجر العسقلاني انها من زيادات عبد الرزاق الصنعاني. هاي النقطه الاولى. خلينا نبين النقطه الاولى. النقطه الثانيه جابها انه ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر تجيب السند كله كوفيين، والكوفيين شيعه. أحمد بن حنبل قال لم يبقى من أهل الكوفة إلا اثنين هم سنة، اللي اسمه مصطح والثاني نسيت اسمه، كلهم شيعة. لا تجيب لي من شيعة. النقطة الثالثة جاب من شرح الزرقاني على موطأ مالك. أول شيء قال وصلى بنا العيد وعثمان محصور. من الذي صلى بالعيد وعثمان محصور وسمي ما فتنة فقط؟ علي بن أبي طالب. الدليل نعيدها مرة ثانية يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الأم للشافعي صفحة 176. وقال الشافعي وفي مثل هذا، شوف هذا الشافعي رقم 1: وفي مثل هذا المعنى أن علي بن أبي طالب خطب الناس وعثمان محصور. انتبهوا على اللفظة، وعثمان محصور. فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إمساك لحوم الأضاحي. إذا كان عثمان رضي الله عنه محصور، لماذا علي بن أبي طالب عندما اعتلى المنبر لم يقل لهم اتركوا عثمان أمير المؤمنين، بل قال لهم عن لحوم الأضاحي؟ لأن علي هو اللي قتل عثمان. هذه الأولى. بسم الله. الثانية هذا كتاب الأضاحي. يقول قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس قال إن رسول الله نهاكم عن أكل لحوم الأضاحي. ليش مع علي بن أبي طالب قال لهم اتركوا عثمان؟ لأن علي هو اللي قتل عثمان. هذا الثانية. الثالثة هذا الجامع الصحيح. قلت أما كون علي خطب وعثمان محصور فأخرجه الطحاوي الجزء الرابع 184 من طريق الليث عن عقيل عن الزهري في هذا الحديث ولفظه صليت مع علي العيد وعثمان محصور. هاي منو المصدر الثالث؟ هذا المصدر الثالث.
المصدر الرابع هذا صحيح البخاري، وابن حجر حتى بالشرح قال علي من ضمن الذين ذكروا مع الذين انه علي صلى بالناس وعثمان محصور وسمي امام فتنه. المصدر الخامس هذا كتاب المدينه المنوره عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال دخلت على عثمان رضي الله عنه وهو محصور وعلي يصلي بالناس فقلت يا امير المؤمنين اني اتحرج الصلاه مع هؤلاء. لماذا الصحابه كانوا لا يريدون الصلاه مع علي بن ابي طالب وسموه امام فتنه؟ ذكر هذا التلميذ انه لا هناك ناس لا ولا واحد اعترض فقط على علي بن ابي طالب. لماذا اعترض فقط علي بن ابي طالب وسموه امام فتنه؟ ممكن هذا المصدر سفر قريش لو سمحت، هذا المصدر بس المدينه نصوره. المنوره وشرح الزرقاني على موطأ مالك وكتاب التمهيد. هذا كتاب التمهيد لما في الموطأ مالك من المعاني والاسانيد. قال ابو عبيد ثم شهدت العيد مع علي وعثمان